السلام عليكم الحبيبات دياولي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه يا ربي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم البريوه ديال الكاوكاو. تتجي معسله غزاله وزوينه، رطبه ما قاصحاش، وتتجي معلكه من داخل وشابعه عسل، تتجي ولا اروع ديال الكاوكاو، وتتجي بالمذاق ديال اللوز اللي تتجي رائعه وزوينه. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ولا عجبكم ما تنسونيش من لايك والاشتراك والبارطاج مع العائله والاحباب لتعم الفائده. بسم الله على بركه الله. عندي هنا كيلو ونص ديال اللوز اللي فزقته في الماء طايب وفسخت له القشره ديالو وخليته ليله وهو تينشف، ولا غد ليه عديته المول الهري اللي طحنوا ليا باش يجي مطحون هكا مليين مزيان. كيلو ونص ديال اللوز ديال الكاوكاو. تنديرو فيه كيلو الا ربع ديال السكر كلاصي ماشي سنيده. درت هنا معلقه ديال المسكه الحره اللي دقيتها بشويه ديال سنيده، 2 معالق ديال الزبده. اللي عندكم هي الزبده ديال البواطه، هي الزبده ديال العبار اللي تتكون مزيانه. المهم المارغالين لا، ما نديروش المارغالين. عندي هنايا النكهه ديال اللوز اللي هي اللي تدير لنا النكهه في الكاوكاو، تتجي غزاله. والكاوكاو فاش نديروه في الماء طايب تنديرو معاه قشيرات ديال الحامض باش ينكهوه تيجي من السم وما تتبقاش فيه ديك الزفوره ديال الكاوكاو. صافي هنايا غادي نعجن العجينه مزيان ديال الكاوكاو باش ندخل فيها ديك الزبده والنكهه ديال اللوز والمسكه الحره. المسكه الحره تتعطيه واحد النكهه اللي خطيره وزوينه، وتتحيد كاع ديك الزفوريه ديال الكاوكاو. كما تتعرفوا الكاوكاو ماشي هو اللوز. الكاوكاو ملي تيتفسخ تجي فيه واحد الزفوره ديال الكاوكاو. ملي تنديروا له هاد الاضافات تيولي غزال وزوين، ما يبقاش كاع فيه الزفوره ديال الكاوكاو. صافي هنايا غادي نعجن العجين مزيان، غادي نخلطو حتى غادي يتخلط. هانتوما شوفوا القوام ديالو كيفاش تيولي، تدخل فيه ديك الزبده وداك العناصر اللي درنا. هنايا غادي نوجد باش غادي نصايب الورقه. انا الورقه مثلا ماشي باش نصايب الورقه، باش نسدو البريوات ديالنا. الورقه ديال البريوات انا ما تنديرش البيض، لحقاش البيض تيدير الكشكوشه وتيخسر لينا الزيت باش نكونوا تنقليو البريوات. تنديروا غير الطحين، 2 معالق ديال الطحين مع شويه ديال الماء، تنحركوه مزيان حتى تنخففوه باش نسدو البريوات ديالنا. هاد البريوه راه دارتها مرت خويا، هي اللي صايبتها وانا صورتها معاها، ونفس الطريقه اللي تدير مرت خويا هي اللي تنديرها. بعد المره انا تندير الكاوكاو محمر. ان شاء الله مره اخرى غادي نشارك معكم الطريقه ديال الكاوكاو محمر تيجي ولا اروع. صافي هنايا جابت الورقه اللي جبناها غير من عند مول الورقه. هنايا راه محمد يحيى بسلامته تيخصو حتى هو يقيس العجينه، وخصو يقلب وخصو يشوف حتى هو يكتشف. هنا الورقه كيلو ونص ديال الكاوكاو، كيلو وربع ديال الورقه تتقدو. جاني شنجا حساب كيلو ونص ديال الكاوكاو مع كيلو ضرب ديال سكر كلاصي ماشي سنيده، سكر كلاصي. صافي تتجيه كيلو وربع ديال الورقه، والورقه زوينه نتوما كما تتشوفوا، رقيقه ديال البخار غزاله والحجم الكبير. راكم شفتوا الطريقه كيفاش قطعات الورقه، درتها نفس القياس وتديرها في البلاستيكه باش ما يضربهاش الريح وتتقصح. ضروري ما ديرها في بلاستيكه. نتوما الكويره قداش ما كبيراش وما صغيراش، نقولوا اكثر من الزيتونه شي شويه. تتجي البريوه ديالها زوينه ورائعه، ما تتجيش كبيره بزاف وما تتجيش ديك الصغيره عاود بزاف. المهم تتجي الحد في القد، تتجي ولا اروع. صافي هانتوما تشوفوا الطريقه ديال الطويان ديال البريوه. تبارك الله على المغربيات ولا العربيات، راه تيعرفوا كيفاش يطويو البريوان. المهم غادي نشارك معكم الطريقه ديالي انا ولا ديال مرت خويا بحال تيجيو القنيتات ديالها عامرين وما تتجيش. كاينين اللي تيديروا البريوه تيديروا كويره تتبقى غير مكوره في الوسط، والجناب ديالها كاع خاويين. هانتوما شوفوا الجناب وكل شيء عامر ما شاء الله عليها. تجي البريوه ديالها رائعه. صافي غتمشي بهذه الطريقه هكايا. المهم انا تا غنسالي غنحط التليفون وعاد غادي نعاونها. غتمشي هكايا بهذه الطريقه هكايا، تطوي وحده، تتحط 3 اشريطه قدامها ولا 4، القياس اللي غادي تهز لها البلاصه اللي قدامها.
صافي وتتبدا تحط فيهم كبيورات باش تجيها الخدمه سهله وما تتصعبش على راسها بزاف ديال الخدمه. تنحطوا 3 ديال الاشرطه ولا 4 ديال الاشرطه قدامنا، الجهه الحرشه هي اللي تتكون من داخل. وتنكوروا الكويورات ديال اللوز اولا ديال الكاوكاو، اللي بغى يدير اللوز راه نفس الطريقه ديال الكاوكاو، غير هو ما تنديروش الحامض. ملي تنبغيو ما تنديروش النكهه ديال اللوز وما تنديروش الحامض. اللوز خلاص راه منكه راسو براسو. تنديرو فيه الا كان اللوز تنديرو غير الزبده و والمسكه الحره صافي وتنعجنوه صافي. غير كما قلت لكم غتمشي هكايا بهذه الطريقه، تسد القنيتات مزيان باش ملي في القليم ما تيتحلولناش. بالطحين ضروري نديرو شويه الماء مع الطحين، ما نديروش البيض غير تيكشكش وتيدير رغاوي في القليان. صافي غادي تمشي هكايا تطوي البريوات اللي عندها كاملين. ديك الساعه عاد غادي تدير الا بغيتوها تخليوها تبات راه ماشي مشكل. ملي تكون مطويه ومسدوده راه واخا تبات تعطيوها غير بشي سلوفان اولا بشي بلاستيكه ولا شي حاجه وتخليوها حتى الغد ليه وتقليوها. الا ما كانش عندكم الوقت باش تقليوها في نفس النهار صافي. ها الكميه اللي خرجت ما شاء الله كميه كثيره اللي خرجت ديال البريوات. هنايا دارت الزيت حتى يسخن مزيان. ضروري تجربوا الزيت تلقاوه سخن عاد ديروا البريوه ديالكم. العافيه ما تتكونش مجهده وما تتكونش قليله. الا كانت قليله ميته بزاف راه تتقصح البريوه وتتجي يابسه، وإلا كانت مجهده راه كما تعرفوا تتخطف وتتبقى ما تجيش مقرمشه وزوينه. المهم العافيه تكون متوسطه، ما مجهداش بزاف وما ضعيفاش بزاف. صافي تنحطوا البريوات ديالنا القياس اللي غادي تهز لنا المقله وتنبقاو نحركوها بالفرشيطه بشي حاجه صغيره هكا تبقاي تحركيها ما ترصيش عليها من التحرك باش يجيو الجوانب ديالها طايبين مزيان وتتجي الطياب فيها موحد كامله لون واحد. اما الا رصينا عليها وخليناها ما قلبناها ما حركناهاش راه تتجي واحد الجهه طايبه واحد الجهه باقا خضراء واحد الجهه محروقه. المهم نبقاو هكايا يدينا تندوروها في المقله ما نرصاوش من التحريك. وانتم تتشوفوا الفيديو راه واضح. هكايا غادي نمشيو تنحركوا ونقلبوا على هاد الجهه وعلى هاد الجهه باش ما تطيبش من جهه وجهه لا. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم، ولا عجبكم ما تنساونيش من لايك والاشتراك والبارطاج مع العائله والاحباب اللي تاعهم الفائده. وهانتوما شوفوا اللون ديالها كي تيجي مذهب وغزال وزوين، ماشي ما تجي لا محروقه لا بيضه ما محروقاش. نخليوها شويه اللون ديالها مذهب باش ملي تنديروها عاود في العسل تزيد تتحمر. ما نخليوهاش تحمر بزاف في الزيت. الا خليناها حمرت بزاف في الزيت ورديناها في العسل تترجع عليها ديك السخونيه وداك اللون ديال العسل تتبان بحال اللي محروقه. صافي غادي طابت القليه الاولى المقله الاولى طابت غادي نخويوها في العسل. غادي نصفيوها هكايا من الزيت ونديروها في العسل حتى تقرب طيب القليه الثانيه. عاد تنحيدو هذيك من العسل على ما شربات مزيان العسل ودخل فيها مزيان تتجي معسله من داخل. وداك الكاوكاو انا بقوه ما تيجي بحال اللوز ما تبقايش تفرقي ما بين اللوز والكاوكاو تيجي غزال رائع وزوين. صافي كما تتشوفوا تنصفيها مزيان من الزيت عاد وتنديرها في العسل. وكما قلت لكم ما نحيدوش هذه اللي درنا ما نحيدوهاش من العسل حتى تقرب طيب الاخرى باش تخليها تتشرب ما حدا هي سخونه وهي تتشرب مباشره من المقله العسل. ما تخليوهاش تقولوا لا نخليوها تسقطر بزاف ولا واحد نص ساعه ولا تبات عاد نديروها في العسل. لا، من المقله مباشره في العسل. ومن الاحسن يكون العسل يكون خاتر وزوين. راه جميع المعسلات العسل هو اللي تيتقن المعسلات ديالنا وتيجيبهم رائعين وزوينين. الا كان العسل جاري راه ما غاديش يلصق لينا في المعسله ولا في البريوه ولا في الشباكيه، خصو يكون خاتر باش يلصق وتيجي رائع وزوين. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. الى عجبكم ما تنساونيش من لايك والاشتراك والبارطاج مع العائله والاحباب. وخليتكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.